يا صباح الخير، يا صباح النور، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني خالص. النهارده هنعمل كيكة شوفان، كيكة صحية جدا هتعجب ولادنا للمدارس، هتعجبنا. تعجبنا مثلا رايحين نعمل تمرين، تديكي باور كده وانت بتعملي كده التمرين بتاعك، وفي نفس الوقت لو حابة تعملي دايت او حاجة تنفع برضو معاكي. معانا نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، وجنين قمح وقرفة ودقيق وشوفان خشن وموز وبيض، ومعانا عسل. معانا بقى شوفان طحنينه في الكبة او في الخلاط. ده الشوفان قبل ما نطحنه. بس كده. المكونات بتاعتنا نص كوباية لبن صغيرة، ومعانا 2 موزة. وبعد كده الموز لو مستوي معاكي برضو هيبقى احسن، عشان كل ما هيبقى الموز مستوي اكتر هيسكر معاكي الكيك. الوصفة دي احنا مش هنحط لها سكر خالص. وبعد كده هنحط 2 بيضة، ونص كوباية زيت، وبعد كده اخلطهم كويس جدا. ومعانا 3 معالق عسل، هخلطهم بقى كويس جدا. يبقى معانا موز ولبن، 2 موزة ونص كوباية لبن، ومعانا نص كوباية زيت، ومعانا 2 بيضة، ومعانا 3 معالق عسل. خلطناهم كويس جدا في الخلاط. وبعد كده بقى ايه، اكسر بقى العين الجمل بتاعتي. المكسرات بتبقى جميلة جدا بصراحة لما بتحط فيها العين الجمل. يعني جربتها مرة باللوز بالفستق والحاجات ديت. احسن حاجة كانت الوصفة دي بجد، كانت جميلة جدا فيها العين الجمل. بصوا انا حاطة ايه، زي نص كوباية شوفان، مش حاطة كتير يعني. ومعانا معلقتين دقيق ومعلقتين جنين قمح. انا بصراحة بحب البركة، يعني الوصفة دي ملهاش مثلا مقادير بالظبط يعني فاهمة انت ازاي. المهم يعني دلوقتي احنا معانا قرفة، ومعانا كيس بيكنج باودر وكيس فانيليا، ومعانا ذرة ملح وذرة جنزبيل. يعني انا قصدي بصي بالذات كيكة الشوفان دي، لان الشوفان طبعا بينفش وكده بيزيد، يعني بيتقل مع المكونات السائلة. بحط مثلا شوية كده، واحط معلقتين دقيق بقى، معلقتين شوفان، معلقتين جنين قمح، واقلب. ولو انا حسيت ان هي احتاجت مني تاني، احط ايه، معلقتين شوفان تاني مطحون، غير الدقيق لما بنعمله بمكونات بالكوبايات. حطينا بقى المكسرات بتاعتنا العين الجمل. بصوا هقلب كده، ولو حسيت ان انا عايزة تاني، بصوا هو ده بيبقى السمك بتاعها. بصوا مجرد ما حطيت الشوفان تحس ان هي تقلت معايا. بس كده. ولا بتبقى خفيفة ولا بتبقى تقيلة قوي، لان انت لو تقلتيها قوي تحسي ان هي بتبقى يعني كبسة كده. كده خلاص. انا كنت مشغلة الفرن قبليها ب5 دقايق، وكده خلاص انا بقطعها. بجد طعمها تحفة، جربيها هتعجبك جدا. لو انت حاسة ان المكونات دي كلها هتبقى غالية عليكي، مرة كده تكوني مثلا عندك مثلا وجبة أكل، واليوم دوت مش هتعملي أكل أو حاجة، ومعاكي مثلا مصاريف بيتك، ارمي بقى كيسين فانيليا، بيكنج باودر والدقيق والشوفان مثلا مرة مثلا هاتي العين الجمل دوت مثلا بأقل سعر مثلا. مرة كده مرة كده تبصي تلاقي نفسك عملتي لك صينيتين كده. بجد طعمها حلوة جدا، تنفع للدايت. تاخدي حتتين كده بالنهار، بتشبع جدا على فكرة. بتقعدي بعديها يجيب 3-4 ساعات على ما تجوعي. تنفع لأولادنا للمدارس، جميلة جدا. عندي الولاد بجد حبوها قوي، واديتها لهم تاني يوم بصراحة في اللانش بوكس. الشيبسيهات والحاجات بتاعة الشارع مش حلوة طبعا. الحاجة اللي في البيت طبعا بتبقى جميلة، ودي بقى ايه، صحية جدا. انتوا عارفين طبعا كل المكونات اللي فيها كلها حاجة بجد يعني باور من الآخر. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. وخشي بقى اعملي لي اشتراك عشان ببسط جدا، عشان قناتي تكبر بيكي، تكبر بيكي، تكبر تكبر بيكوا طبعا. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.